اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك. حضرتك منورنا. تسلم. في البدايه بس حابين حضرتك تعرفنا بنفسك وتعرف المتابعين بيك. انا محمد جميل توفيق، استشاري متخصص في امراض النساء وعلاج تاخر الحمل والحقن المجهري. انا بكالوريوس طب بنها 2004، ماجستير بنها 2010، ودكتوراه جامعه الازهر الشريف 2019. والسب سبيشاليتي بتاعتي او التخصص الدقيق بتاعي هو علاج تاخر الحمل والمناظير النسائيه. كنا بس حابين نعرف من حضرتك ليه اخترت العنوان ده بالذات للبودكاست النهارده؟ بص يا ستي، العنوان اللي هو اسمه طب بجد مش هبد. السوشيال ميديا دلوقتي هي تعتبر المحرك الأول للدعاية الطبية، سواء للطبيب أو للمريض. فمع الهوس الشديد بالسوشيال ميديا الأيام دي، وإن تتحكم في كل حاجة تخص المشوار الطبي عموما، فأنا عارف كويس قوي إن مهما الجهات اللي هي المفروض تكون ضابطة للأكشن بتاع السوشيال ميديا بتحاول إنها تعمل ضوابط ورقابة على صدق المعلومات اللي بتطلع في السوشيال ميديا، عمرها ما هتقدر تعمل ده بنسبة 100% ولا حتى بنسبة 50%. زي مثلا وزارة الصحة ونقابة الأطباء والكلام ده. بيبقى في حاجات كتير في السوشيال ميديا فيها الغث زي ما بنقول وفيها السمين. يعني بيبقى في حاجات كويسة وصادقة ومعلومات well documented، وبيبقى فيها حاجات ما أنزل الله بها من سلطان. الطبيب دلوقتي ما هواش زي زمان معتمد على ان المريضة او المريض هيسأل عليه من خلال الناس الثقة او هيسأل الناس اللي كان لهم تجارب سابقة معاه. لا، الطبيب دلوقتي عارف ان المريض بيدخل على السوشيال ميديا اول ما المريض بيكون بيشتكي من حاجة معينة او عاوز يتوجه ناحية تخصص معين، يبدأ يوم فتح الموبايل بتاعه ويدور على جوجل والانستجرام والفيسبوك والكلام ده. فبقى المريض مهتم جدا انه يظهر في السوشيال ميديا، والمريض كمان بيستخدم كل معلوماته الطبية والسيرش انجن زي ما بنقول او التفاصيل بتاعته لما يجي يبحث بيبحث برضو على السوشيال ميديا ومواقع البحث وهكذا. مع الهوجة الشديدة والهوس الشديد بالسوشيال ميديا حطيت في دماغي في فترة من الفترات كده الفكرة بتراودني بقى لها مثلا 3-4 سنين، اني عاوز اعمل حاجة تكون بتقدم معلومات موثقة، سواء بتتعامل مع معلومة او بتتعامل مع شخص. يعني انا هقول معلومة طبية، لازم المعلومة بتاعتي تكون موثقة. انا جايب شخص مستضيفه طبيب او عالم او حد في مجال معين، لازم يكون زي ما انا اخترته موثق اخترته ليه. موثق اخترته ليه دي مبنية على حاجات كتيرة قوي، أهمها إنه يكون الشهادات اللي هو بيعلنها عن نفسه تكون بالفعل موجودة وبالفعل حصل عليها. يعني هو الراجل بيقدم نفسه إن هو عنده سكيلز معينة، أو إن هو واخد شهادات معينة من جامعة معينة من بره مصر أو جوه مصر، وإن هو بيقدر يشتغل الشغلانة ديت. فأنا لازم وأنا بقدمه أكون متأكد جدا من صدق المعلومة أو صدق العنوان اللي هو بيعلن بيه عن نفسه. فمن هنا جات لي فكرة إن أنا أقدم للناس معلومة حقيقية في وسط هذا الكم المغلوط من المعلومات. فجات لي فكرة إن أنا أعمل حاجة اسمها بجد مش هبد، ويبقى على قد ما أقدر أقدم فيها معلومة وشخص ومانوفر أو طريقة طبية، كل حاجة تتقدم فيها تكون موثقة ومثبتة علميا.